بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخوكم بالقاسم يحييكم في بث مباشر جديد نتكلم فيه على دلالات زيارة بابا الفاتيكان للجزائر. وهذا الفيديو راح يخليكم تفهموا لماذا تكالبت وسائل الإعلام الفرنسية والمغربية ضد الجزائر. لأن القراءة التحليلية يعني في دلالات البابا الفاتيكان يعني تبين أن هذا الحدث التاريخي متعدد المستويات ومتعدد الأبعاد، حيث يعني لا تقرأ فقط يعني من الزاوية الدينية، بل كإشارة سياسية ودبلوماسية في سياق جديد دولي شديد الاضطراب. فاختيار الجزائر كمحطة أولى من جولة إفريقية انتقائية يمنحها ثقلا رمزيا خاص، ويضعها في موقع الدولة القادرة على مخاطبة الضمير العالمي في لحظة تشهد فيه الحروب توظيفا فجا للدين، خاصة يعني الحرب يعني في إيران والمشكل في الشرق الأوسط مع فلسطين المحتلة. هذا الحدث يعني يكرس الجزائر كقوة ناعمة وفعال معياري. حقيقة آه، آه، الجزائر اليوم تبين على أنها قوة ناعمة، تبرز النموذج نتاعها التاريخي في التعايش الديني، ما يسمح لها يعني بالتموقع كدولة منفتحة وغير إقصائية، داعمة للحوار بدل الاستقطاب، تملك رصيد تاريخي وأخلاقي يمنح لخطابها مصداقية عالمية. وهذا يعني على كل حال نعتبرها يعني ضربة معلم من الرئيس تبون، لأن هذا الزيارة تضرب في الصفر كل محاولات بعض المؤسسات يعني الدولية كأمنيستي انترناسيونال وغيرها، اللي كانت تحاول تضغط على الجزائر بحجة يعني التطرف الديني أو بالتضييق على مسيحيي الجزائر. يعني زيارة البابا الفاتيكان تبين أن الجزائر تحترم حرية الاعتقادات، وهذا يعني شيء جميل بالنسبة للجزائر. فيه بعد ثاني، هو أن الفاتيكان فاعل رمزي عالمي وليس مجرد مؤسسة دينية. لأن لأن التأثير وشفناها تاع الزيارة تاع البابا الفاتيكان لها يعني تأثير معنوي عابر للحدود. ونعود نذكر أن المسيحيين الكاثوليك في العالم أكثر من مليار 2 مليار إلى 3 مليار نسمة. وهذا يعني يعني يخلي الجزائر يعني تقدر تستثمر في هذا البعد الرمزي، يعني لتدعيم خاصة دعمها للقضايا العادلة، خطاب السلم الدولي، وأيضا صورتها كوسيط موثوق يعني أخلاقيا وسياسيا. فيه أيضا دور تثبيت الدور نتاع الجزائر كجسر بين العوالم، لأن من زاوية أوسع نقدروا نقراو يعني الزيارة كرسالة للمجتمع الدولي بأن الجزائر هو وسيط بين الشمال والجنوب. وحتى يعني زيارة بابا الفاتيكان للجزائر في زيارة مكوكية لإفريقيا تبين أن بالنسبة للغرب الجزائر هي بوابة إفريقيا. وهذا يعني شيء لنا نفهمه لماذا الزيارة هذه ما عجبتش المروك، لأن المروك هو من يقدم نفسه كبوابة إفريقيا. فيها أيضا دلالة يعني جيوستراتيجية وجيوسياسية. كاين أيضا يعني حلقة الوصل بين أوروبا وإفريقيا، وهذا الشيء يعني يزعج الطرف المغربي. وأيضا بطبيعة الحال جسر بين العالمين الإسلامي والمسيحي، لأن سانت أوغستا يبقى جزائري ويبقى يعني أحد أكبر علماء الدين المسيحي في العالم. ويضاف إلى ذلك البعد الأورو متوسطي، حيث لا تريد الجزائر أن تختزل في مورد للطاقة، بل تسعى لتكريس نفسها كشريك حضاري وسياسي متكامل. في الأخير يوجد يعني بعد إفريقي اللي هو مهم جدا، هو يعني أن الجزائر قد تتحول إلى بوابة الفاتيكان نحو إفريقيا في ظل التحول الديموغرافي للكاثوليكية داخل القارة. كما أن اختيار مدينة عنابة يحمل دلالات عميقة، يعني أولا ربط المسيحية بجذورها الإفريقية، تقديم الجزائر كفضاء ذاكرة دينية مشتركة، والمساهمة في صياغة سردية حضارية بديلة تقوم على التفاعل
ولا على الصدام. هذه هي يعني. وانا نعاود نزيد لكم بعد اخر، هو ان الجزائر تروج يعني للسياحه ان شاء الله، ونتمنى من السلطات نتاعنا انها تستثمر في هذه الزياره لبعث يعني السياحه الدينيه في منطقه يعني منطقه آه، عنابه ويعني مادور يعني، وكل هذه الاماكن يعني اللي عندها يعني تراث تاريخي يعني وحضاري كبير. نكتفي بهذا القدر الأمل، اللقاء معكم في موعد جديد. نتمنى يعني أن هذا الفيديو أعجبكم، واللي أعجبكم يعني شاركوه، وما تنسوش اللايك واضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا هذا الفيديو. دائما ختموها بتحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.